حضري كوبايه الشاي بلبن بتاعتك وتعالي بسرعه شوفي معايا الفيديو ده، علشان انا واثقه اول ما هتخلصيه هتقومي بسرعه تنفذيه. بسكوت الانجاز يا جماعه حاجه كده في منتهى الجمال. ببيضه واحده وبنص كوبايه زيت هنعمل شويه بسكوت تحفه جدا جدا. حتى لو مش عندك امكانيات هتعمليه، سواء بقى ما عندكيش مقادير او ما عندكيش ادوات تشكيل برضه هتعمليه باكتر من شكل وباكتر من طريقه، وحاجه في منتهى الجمال تحفه جدا جدا. هنسمي الله وهجيب كده بولة هحط فيها كوباية ونص من الدقيق، هشيل منهم معلقتين وهحط بدلهم معلقتين من النشا او معلقتين من الكاستر. وطبعا النشا هو اللي هيديله الهشاشة والذوبان. نزلت عليهم بربع معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من بيكنج باودر، وقلبتهم وحضرت كده المقادير الجافة وركنتهم على جنب. في بولة تانية عندي هنا كوباية الا ربع من السكر البودر، وكوباية الا ربع من الزيت اهو يا جماعة، زيت مش سمنة ولا زبدة ولا اي حاجة خالص. وضروري جدا يكون السكر معايا بودر عشان انا مش هستخدم لا خلاط ولا مضرب كهرباء. بعد ما دابوا معايا بالشكل ده نزلت عليهم ببيضة واحدة كده، طبعا بدرجة حرارة المطبخ، وعليها على طول باكت من الفانيليا او نص معلقة صغيرة من الفانيليا سايلة. وهرجع اضربهم تاني كويس جدا لغاية ما تختفي معايا البيضة تماما، وتلاقي القوام تقل معاكي كده والقوام يفتح زي ما انت شايفة كله بالشكل هو ده. على ايدي بالمعلقة او بالمضرب اليدوي. بصوا الموضوع سهل جدا جدا. هجيب بقى الكوباية ونص من الدقيق اللي احنا كنا محضرينهم وعليهم بيكنج باودر والملح، وهنزل بيهم بالتدريج زي ما انتم شايفين شويه شويه، يعني هنزل بربع الكميه او هنزل بيهم على 3 مرات ونقلبهم. او ما يختفي معايا بنزل بباقي الكميه. وطبعا مش بنبالغ في التقليب ولا العجن عشان طبعا دي بسكوتات مش عايزين البسكوته تنشف معانا. وده كان شكل العجينه بتاعتي بعد ما شربت الدقيق كله. على طول بوقف تقليب علشان زي ما قلت لكم ما تعضمش معايا. طبعا هي لسه محتاجه دقيق تاني فانا مش هضيفه في المرحله دي. في الوقت ده بقى هقسم العجينه بتاعتي كده في بولتين، علشان اعمل نصها بالشوكولاته او بالكاكاو والنص التاني بالفانيليا. واحده فيهم هضيف عليها معلقتين كبار من الدقيق، وهعجنها بصوابع ايدي. بصوا بطراطيف صوابع يا جماعه، ما تبالغيش علشان ما تنشفش منك وتعضم ويكون ليها عرق كده. عايزين بسكوتها دايبه زي ما انتوا شفتها كده في اول. كده خلاص لميتها كويس قوي، بركنها كده على جنب. بصوا تعرفي ازاي ان هي خلاص مش محتاجه اي حاجه تاني؟ تاخدي قطعه كده وتبرميها ما بين ايدك وتضغطي عليها، هتبصي تلاقيها ما شققتش معاكي ولا اي حاجه وطريه جدا جدا. القطعه التانية او البوله التانية حطيت عليها معلقتين كبار من الكاكاو الخام المر، وبرده عجنتها بنفس الطريقه واختبرتها برده بنفس الطريقه. هنبدأ بقى كده مع بعض نشكلهم زي ما قلت لكم كده في اول الفيديو. مش هنجيب ادوات من بره خالص، كله كده من قلب مطبخك. جبت كده قطع صغيره وكورتها وبططتها بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وبظهر السكينه عملت كده فيها خطوط كده جنب بعضها، او ببوز معلقه او بغطاء ازازه زي ما انت عايزه. شكلها حلو جدا وثابته جدا جدا حتى بعد السوا، يعني جميله قوي ومنجزه جدا جدا، تعملي كميه حلوه قوي في وقت قياسي. شايفين شكلها تحفه يا جماعه؟ عملت طبعا من اللون الابيض واللون البني. وطبعا ينفع تعملي الكميه بتاعتك كلها بنفس الرسمه دي ما تغيرهاش، انما انا النهارده عامله لك اكتر من رسمه واكتر من شكل، فعايزه اوريك اشكال تانية. بعد ما بعملها بالشكل ده بحطها كده في اي صينيه عندي، اي صينيه تخش الفرن كده، تكون مدهونه كده مسحه بسيطه كده من الزيت. وطبعا بنسيب مسافه كده بين كل واحده والتانيه علشان نديها فرصه كده ان هي حجمها يزيد براحتها، وكمان تتحمر معايا كويس وتبقى مقرمشه معايا من كل حته. وطبعا زي ما انتوا عارفين في البسكوتات او في النواعم عامه، اي صينيه بخلصها بدخلها الفرن على طول. يعني مش بسيبها ترتاح شويه ولا بدخلها التلاجة ولا اي حاجه، على طول بدخلها الفرن عندي على 160، النار بتاعتي تكون هاديه. في الرف الوسطاني بسيبها لغايه ما تستوي معايا. وده شكل تاني، عملت هنا 3 كور صغيرين من اللون الابيض و3 زيهم من اللون البني، يعني حجم الحمصية كده. وبحطهم زي ما انتوا شايفين، يعني واحدة بيضة وواحدة بني، واحدة بيضة وواحدة بني، وبقربهم من بعض زي ما انتوا شفتوا بالشكل ده. انا طبعا الشرح يعني في الكلام مش واضح زي الصورة. زي ما انتوا شفتوا كده بضمهم كده على بعض وبقلبهم بعد كده على ايدي، وبرمة بسيطة هديكي الشكل الحلزوني الجميل ده. بسكوت البسكريم التحفه الجميل زي ما انتوا شفتوا كده بخطوه بسيطه جدا. كررتها لكم تاني اهو، 3 كده حبات، 3 كور صغيرين من العجينه البيضاء و3 كور صغيرين من العجينه البني، وقربناهم كده من بعض زي ما انتوا شفتوا كده، وبرمتهم برمه كده بسيطه على ايدي، برمه واحده بس ما تكتريش، هتبصي تلاقي معاكي الشكل الحلزوني ده ظهر على طول. ورصيتهم كده مع بعض، عملت كل شكل كده في صينيه لوحده ودخلتها برده الفرن على طول. طبعا دي قطعت المخلل زي ما انتم شايفين كده، بيبقى فيها كده عرجانه او فيها تمويجه كده حلوه قوي. برضو عملت نفس البسكوته الاولانيه خالص، قطع صغيره وبططتها كده على ايدي، وبرضو عملت كده خطوط كده جنب بعضها ادالها شكل حلو قوي قوي. دخلت البسكوت بتاعي على 170، الفرن بتاعتي في الرف الوسطاني زي ما قلت لكم. وطبعا الفرن بتاعتي كانت سخنه قبلها ب10 دقائق. وطول ما هو في الفرن بداير الصينيه بتاعتي كل شويه عشان اتاكد انه اخد نفس التسويه في كل ناحيه.
وفي الآخر باولّع له الشواية عشان ياخد معايا لون بسيط زي ما أنتم شُفتوا كده من فوق. طبعًا هتعرفي البسكوت بتاعِك إزاي إنه استوى، هتلاقي كده أخد معاكِ لون من تحت دهبي خفيف، هتطفي الفرن بتاعتِك وتولّعي له الشواية. ما بياخدش أكتر من ربع ساعة في الفرن وبيطلع معاكِ تحفة جدًا، جدًا. أول ما بتخرّجيه من الفرن طبعًا بيكون طري جدًا، بتسيبيه زي ما هو كده في الصينية بتاعته لغاية ما بيبرد معاكِ خالص، هتبُصّي تلاقيه نشف معاكِ ورَد كده من حرارة الفرن. شايفين بقى اللهم بارك البسكوت بتاعي طالع إزاي؟ ما شاء الله تحفة جدًا، لا الرسمة بتاعته راحت ولا فرَش معايا ولا شكله اتغيّر ولا أي حاجة خالص، زي ما دخّلناه زي ما طلع، يا دوب بس فرَش حاجة بسيطة، ودي حاجة عادية جدًا بالنسبة للبسكوت. شايفين لون التسوية بتاعته حلوة جدًا يا جماعة، واخد درجة حلوة أوي من تحت، واخد نفس الدرجة برضه من فوق، والتحميصة والدوبان، مع إننا عاملينه بالزيت مش بالزبدة ولا بالسمنة، لكن طعمه حلو أوي، أوي. بجد بسكوت اقتصادية وطعمها روعة، يستاهل إنِّك تنفّذيها. قومي اعمليها واستني رأيِك.